السلام عليكم. بغيت نهضر معكم اليوم على واحد الحاجة اللي ماشي بزاف ديال الناس كيعطيوها قيمة، مع انها هي اللي كتحكم في طريقة التواصل ديالك مع راسك ومع الناس ومع العالم. بغيت نهضر معكم على الذكاء العاطفي، هاد القوة الهادئة اللي كتخليك تعرف شنو كتحس، علاش كتحس بيه، وشحال هاد الاحساس عنده تأثير على حياتك وعلى تصرفاتك وعلى الكلمات اللي كتخرج منك، بخصوص كيفاش كتفهم مشاعر الاخر. راه ماشي كلشي في هاد الحياة منطق وتحليل، كاين شي حاجات كيكونوا اعمق من هادشي، شي حاجات كتعيشهم كتحسهم وكتتاثر بهم بلا ما تفهمهم عقلانيا. وهنا بالضبط دور الذكاء العاطفي. باش تكون ذكي عاطفيا ماشي خاصك تكون بارد ولا خاصك تكبت المشاعر ديالك، بالعكس، الذكاء العاطفي هو انك تعيش شعور ولكن ما تخليش الشعور يسوقك، هو انك تعصب ولكن تعرف كيفاش تهضر وانت معصب، هو انك تحزن ولكن ما تغرقش في راسك، هو انك تبكي ولكن ما تحكمش على الدنيا من وسط الدموع ديالك. شحال من واحد كيتحكم فيه الغضب ديالو، كلمة صغيرة تجرح، تصرف بسيط يضرب في كرامة الانسان. ولكن فاش كتكون واعي عاطفيا كترد بالك، كتوقف، كتتنفس وكتقول في راسك واش هادشي ضروري نجاوب دابا، واش هاد الاحساس غادي يبقى ولا غادي يدوز. هنا كتبدا تتحكم في حياتك، ماشي تحكم خارجي ولكن تحكم داخلي. الذكاء العاطفي كيعني انك ماشي غير كتفهم الاحساس ولكن كتتفهم السبب اللي خلاك تحس به. يعني ملي كتقلق ماشي غير كتقول انا معصب، ولكن كتسول راسك منين جا هاد الاحساس، منين جات هاد العصبية، شنو الحاجة اللي مقلقاني فعلا. وهذه اصعب حاجة هي انك تفهم راسك. الناس كيبغيو يتحكموا في العالم ولكن ما كيتحكموش في المشاعر ديالهم، كيبغيو يفهموا الاخرين ولكن ما كيعرفوا حتى يفسروا الوجع ديالهم. وكتلقى راسك وسط علاقات كلها صراعات، حيت كل واحد كيتكلم على الجرح ديالو، كل واحد كيرد من الخوف ديالو، كل واحد باغي يتسمع ولكن ما كيسمعش. الذكاء العاطفي كيبدا من الانصات، تصنت لراسك وتصنت لغيرك، كتتعلم تقول انا حاس بهادشي ولكن ماشي ضروري نتصرف به. يعني كتكون حزين ولكن ما تجرحش، كتكون متألم ولكن ما تهدمش، وكتعرف انك مسؤول على كيفاش كتخرج مشاعرك، ماشي غير على واش كتحس بها ولا لا. وشحال من علاقات خسرات غير حيت الناس ما كيعرفوش يعبروا، واحد كيخاف يتكلم والاخر كيسكت وكيتكمش والثالث كيغوت. ولكن فاش كاين الذكاء العاطفي كتلقى المساحة، مساحة انك تقول انا متألم بلا ما تطيح من القيمة ديالك، وكتقول انا محتاج بلا ما تحس بالضعف، وكتقول انا ماشي بخير بلا ما تحشم. شحال من المشكل بسيط كيتنفخ كيكبر غير حيت ما كاينش تواصل، ما كاينش صراحة نقية، ما كاينش وضوح. وهاد الصراحة كتجي غير ملي كتكون مصاحب مع راسك وعارف راسك، وخا تبدل المشاعر ديالك، وخا اليوم فرحان وغدا كاعي، راك عارف راسك وماشي غريب عليك. الذكاء العاطفي راه ماشي شي حاجة كتولد بها، شوية بشوية، مع التجارب، مع الصدمات، مع لحظات الضعف. كل مرة كتطيح وكتسول علاش تألمت، علاش كعيت، علاش تعصبت، كل مرة كتعرف راسك أكتر. كل مرة عرفتي راسك كل مرة عرفتي تتعامل مع العالم بطريقة أعمق. راه الناس اللي فاهمين راسهم كيعرفوا يبغيو بلا ما يتعلقوا، كيعطيو بلا ما يحسوا انهم ضاعوا، كيكونوا حاضرين ولكن ماشي عبيد للمشاعر. وهنا كاين الفرق بين انك تعيش المشاعر ولا انك تموت وسطها. خليك واعي، كل ما حسيتي بشي عاطفة كتضغط عليك خد نفس وسول شنو بغات تقول لي هاد العاطفة، شنو الرسالة اللي مخبي ورا هاد الغضب، ورا هاد الحزن،
أو للحنين. راه المشاعر رسائل، وإلا تجاهلتيهم كيرجعوا أقوى، وإلا فهمتيهم كيتنفسوا. عيش ذكائك العاطفي ماشي باش تكون كامل، ولكن باش تكون إنسان أقرب لراسك، أقرب للناس، وأقرب لله. ومن هنا كتبدا الرحلة. الأشخاص اللي عندهم ذكاء عاطفي كبير كتحس معاهم بالراحة، ماشي حيت ديما طيبين، ولكن حيت فاهمين راسهم وفاهمينك، وما كيسمحوش للمشاعر ديالهم تنفعلت بلا وعي، ولكن ما كيقمعوهاش. كيتكلموا بهدوء، كيتصنتوا بنية الفهم ماشي بنية الرد. كيعرفوا شنو يقولوا وشنو يسكتوا عليه، كيعرفوا يعتذروا بلا ما يحسوا بالنقص، كيقبلوا النقد بلا ما يدخلوا في الدفاع. في العلاقات كيعرفوا يخلقوا توازن، ما كيتعلقوش وما كيكونوش باردين. كيعرفوا يقولوا لا بلا ما يجرحوا، ونعم بلا ما يرضيو الناس على حساب راحته. كيتصرفوا بنضج، كيختاروا السلام الداخلي على الدراما، والأهم ما كيتأثروش بسهولة بكلام الناس، حيت دايرين سلام مع نفسهم وعارفين قيمتهم بلا ما يحتاجوا إثبات خارجي. ببساطة الناس اللي عندهم ذكاء عاطفي كتكون عندهم شخصية هادئة مرنة، كيتعاملوا مع العالم بقلب مفتوح ولكن بعقل صاحي.